بوني تقول لي بابي وحشتني، بابي وحشتني، ابوس ايديكوا. قفل السماعة في وش أم كلثوم لما قالت له اخرس يا قليل الأدب، وقال عن لطيفة صوتها وحش بس رجليها حلوة. اتهم أصالة بقلة الأصل، وخبط في عمرو دياب وقال عليه مغنواتي، وقال عن تامر حسني مطرب أصيل. اتجوز 13 مرة وأنجب في عمر ال80، والأخيرة ردنته علقة وجابت أجله. بعتت له بلطجية عدموه العافية، وطردته من بيته في المهندسين، وخطفته في الشرقية لحد ما قابل وجه كريم. حكاية الموسيقار الشهريار حلمي بكر. مين يصدق ان الراجل اللي اتجوز 13 مرة يموت وحيد ومفلس، ما حلتوش اللي يدخله مستشفى خاص بعد ما لحن لمطربين مصر، بداية من أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، وصولا لوردة ومدحت صالح وعلي الحجار، وهو اللي اختبر عمرو دياب في الإذاعة قبل ما يقول عليه مغنواتي. ومع ذلك رحل وكشف حسابه البنكي صفر. فيا ترى ازاي الحال اتدهور بيه كده بعد ما كان بيناطح راس براس أم كلثوم؟ ولما كلمته في مرة وقالت له ايه يا اخويا، فرد عليها نعم يا اختي، ولما قالت له اخرس يا قليل الأدب قفل في وشها السكة. وازاي قدر يوقع في غرامه 13 ست ويطلق 12 منهم وينجب في عمر ال80؟ الحقيقة حلمي بكر ما كانش راجل مزواج، يعني ما كانش بيرضى بأي ست والسلام. خد عندك وقع مين؟ البداية كانت من سهير رمزي، خطبها وهي 16 سنة لمدة 5 سنين، واتجوزوا أول ما تمت 21 سنة، لكنه طلقها بعد 3 سنين بس بدافع الغيرة من مشاهدها الجريئة ورفضها ترك الفن والتمثيل. وعلى طول اتجوز من شاهيناز أخت الفنانة شويكار، وأنجب منها ابنه الوحيد هشام اللي عمره دلوقتي 44 سنة، واللي عايش في أمريكا، وهو اللي فجر قضية خطف والده من زوجته الأخيرة السيدة سماح القرشي الزوجة رقم 13، واللي حكايتها حكاية هتعرفوها في آخر الفيديو لأن شرحها يطول. أما الست الوحيدة اللي ندم على طلاقه منها كانت رندا بنت خالة الفنانة أصالة، وقال عنها كانت رمز لسيدة البيت العظيمة، ولو رجع بيا الزمن مش هتجوز غيرها. وبعيدا عن الجوازات المعلنة، اتجوز من عليا التونسية في السر وطلقها في العلن. وكمان اتجوز من السورية نانا خالة الفنانة دنيا عبد العزيز. بيحكي إنها كانت ست شديدة الجمال، وأول مرة شافها كانت بتدخن، قام مسك السيجارة من بقها وطفاها، ولما استغربت من عملته قال لها أنا ما بحبش الست اللي بتدخن تتجوزني، لكنها رفضت. وبعد فترة رجعت في كلامها لأنها حصل لها مشكلة في الإقامة وكانت لازم تتجوز من شخص مصري. قام بكر قال لها وماله ما جاتش عليكي. أما بقى الزوجة ال12 والأخيرة فهي سماح القرشي، واللي أنجب منها بنته ريهام في سنة 2016 وهو في عمر ال80 سنة. وبعدها ب3 سنين دبت بينهم خلافات، فانفصلوا وسابت له البيت وخدت بنتهم على بلدهم الشرقية. ولما لقت نفسها طلعت من المولد بلا حمص بعد ما كانت فاكرة إن تحت القبة شيخ، بعتت له بلطجية من البلد على بيته في المهندسين رنوه علقة موت علشان يعرف إن الله حق، لدرجة إنه راح بعدها برنامج شيخ الحارة متسند على عكاكيز وحكى بلسانه الواقع، وفضل 4 سنين محروم من بنته ومحرر محضر ضد والدتها لحد مرضه الأخير. اتفاجئ بطليقته داخله عليه ببنتهم وقالت له ما هنتش عليا العشرة وانت برضو أبو بنتي. وحلمي بكر بكى واستدعى المأذون وردها لعصمته على الفور، وفضلت على ذمته لحد ما لقى وجه كريم. لكن ابنه هشام المقيم في أمريكا شكك في نوايا سماح وقال إنها رجعت له علشان ينوبها من الحب جانب بعد انقضاء الأجل، بدليل إنها طلعت بيه على الشرقية علشان تعزله عن الأهل والإعلام بدل ما يفضل في بيته بالمهندسين ويحظى بالرعاية الصحية اللازمة في العاصمة. ورحم الله الموسيقار الكبير حلمي بكر.